السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نبغيكم تكونوا على خير وبخير. اليوم وجدت معكم واحد القرص يجيو واعرين بطريقه سهله وزوينين. هانتوما تشوفوا كيفاش جاو، راهم ساهلين في المقادير ديالهم، تبعوا غير الطريقه. وشكرا لكم على الدعم، شكرا للتعاليق ديالكم. ودابا غندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي كاس الزيت، كاس الحليب، هنا معلقه النافع كبيره، درت لها المطايب باش تجي رطبه ما يحسوش بها الوليدات، كاين اللي ما يبغيش داك المذاق النافع. وعندي هنا بيضه وحده وزلافه سنيده وجوج خمارات، وغندير 2 معالق الجنجلان ها هما هنايا كبار، وغنزيد عليهم معلقه الزهر، ماء الزهر هيا عطيت ريحه زوينه. اللي ما يعجبوش بزاف ما يعمرش المعلقه. وعندي الخميره الخبز ضروري. دابا غنكب هاد المقادير هنا كلها. غندير غير بيضه وحده صافي. وبالنسبه للسكر ما غنديروش دابا حتى ندلك العجينه مزيان، وعاد ديك الساعه في الاخر عاد غنضيف فيها السنيده باش العجينه تدلك وتجي زوينه صافي. وعندي هنايا كيلو د الفرص ونص كيلو دقيق فرينه. غنمشي للحانوت وتقول لي يعطيك دقيق فرينه راه غيعطيه لك، يكون حرش شويه يجي زوين صافي. غندير الخميره بالفرص، بالنسبه للخميره على حساب دابا راه كاين البرد شويه. درت الخميره تقريبا معلقه ونص د الخبز صافي. وغنزيد هاد 2 خمارات د الحلوى، درت 2 ها هما، وشويه د الملحه ضروري صافي. المهم العجينه خصها تدلك مزيان، ملحه شويه على حساب يجيو حلوين. بسم الله. دابا غنبقى على العجينه، هانتوما راه تجي زوينه، غنبقى ندلك فيها على هاد الطريقه هكا شويه، ضروري تدلك مزيان. وغنخليها ترتاح شويه حتى غندلكها مزيان ونخفها شويه بالماء حتى الاخر. غنزيد سنيده على حساب فاش ديروا سنيده في الاول العجينه ما تعطيكمش هكا طوع باش تدلك، هكا تخسر ليكم. من الاحسن ديروا هاد الطريقه هادي غتجي زوينه وسهله. بعد ما خمرت العجينه ها هي تبارك الله راه خليتها خمرت، من الاحسن تخمر مزيان. غندير شويه الزيت صافي. ندوز نخرج من هكا راها تكون خفيفه، هي ما تكونش ثقيله صافي. ندير الزيت بلاش صافي. نبدا نقطع ونحط في اللاطه ضروري بشويه الزيت، الحجم اللي بغيتو كبار ديروهم كبار، بغيتو صغيورين لا واحد بحسب الحجم اللي بغا. صافي غنبقى غاديه على هاد الطريقه ونرجع من بعد. عندي هنا بيضه درتها بكلشي، لا بالبيض والصفر. وعندي هنا معلقه نسكافيه ما عمرهاش بزاف باش غندهن صافي. غنخلطهم مزيان باش ما تحيد ديك الريحه د البيض. واللي بغى يدير الحليب يديرو. بعد ما خلطتها خصها تخلط مزيان صافي. انا غندهنهم دابا على حساب بعض المرات فاش تخليهم حتى يخمروا غتبغيو دهنوا غير ما ينزلوا ما يبقاوش الحجم ديالهم. من الاحسن دهنوهم دابا خليهم يخمروا على خاطر صافي. غنبقى غادي على هاد الطريقه حتى نسالي. عندي هنا الزنجله الابيض مخلط شويه مع البلدي، تخلط لي شويه صافي. غندير رشيشه خفيفه
ونخليهم حتى يخمروا وندخلهم يطيبوا ونرجع معاكم. هانتوما من بعد ما خمروا الكريسات غندخلهم يطيبوا. راه خصهم يخمروا مزيان مع دابا البرد، يخمروا مزيان باش يجيو زوينين. من بعد ما طيبت الكريسات ها هما كيفاش جاو، نحل معكم حبه وحده. تبارك الله واعرين هانتوما تشوفوا. جربوا غير هاد الطريقه راهم يجيو زوينين. وبالنسبه للفرص حتى هو خذوا نوعيه زوينه. وبحال دابا هذيك الدقيق الابيض فارينه، الا ما لقيتوش خذوا الفينو صافي. راه غير هاد الطريقه راهم يجيو واعرين.